اسبانيا. طب معانا اتصال من احد المشاهدين، استاذ احمد من القاهره. اتفضل يا استاذ احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. مع حضرتك احمد يوسف عبد الله، مدرس لغه عربيه بالقاهره. اتفضل، اهلا وسهلا. والحقيقه انا عندي انا كنت جار الاستاذ الباشمهندس احمد ماهر. هو راجل فاضل طبعا وراجل جميل ويعني يمكن ما يفتكرش شكلي قوي. لكن هو الحقيقه انا عندي سؤال هساله له قبل ما نخش في الموضوع اللي انا عايز اتكلم فيه، اللي هو الاستاذ محمد عادل اللي سافر اتدرب في الخارج، اللي هو قال عليه دلوقتي. ايوه. لما سافر على حسابه، يعني هو حضرتك طلع الدوله اللي هو كان فيها دي على حسابه ولا من تبرعات الاعضاء برضه؟ طيب ثانيه واحده، هو حضرتك بس معلش عشان برضه لازم نشرح للناس او كده، حضرتك بتقول ان حضرتك كنت جار احمد ماهر. طب حضرتك رحت التحرير من الثوار، يعني عضو في اي ائتلاف او؟ لا، هو الحقيقه انا ما كنتش عضو في اي ائتلاف. انا مصري عادي جدا، عندي 45 سنه، متجوز وعندي طفلين، مدرس. حضرتك عارفه احنا يعني المرتبات شكلها ايه اليومين دول؟ طبعا. بقبض حوالي 400 جنيه في الشهر وما بديش دروس خصوصيه على فكره. لسه كنت هقول لك والدروس. انا قلت الحق برضه. طيب. ولكن الحقيقه انا مستغرب جدا ومن الموضوع برضو اللي حضراتكم فاتحينه وبتناقشوه، برضو من فضلك ما تقطعيش عليا الخط، يعني خليني اوصل الرساله اللي انا عايز اقولها. اتفضل. لان بحكم لا احنا ما بنقطعش الخط بجد بامانه يعني. اتفضل. ان انا كنت مدرس او انا مدرس وكنت موجود في التحرير لمده 18 يوم. قعدت واعتصمت لدرجه ان الواحد فينا كانت ريحته طالعه. نزلت علشان الشعارات الجميله الحقيقيه بتاعت الثوار الحقيقيين المصريين اللي اتكلموا في الديمقراطيه والحريه والعداله الاجتماعيه. وبعد 18 يوم لما مبارك مشي رجعت شغلي تاني عشان انا لازم اشتغل علشان ولادي تاكل، وكمان عشان الولاد اللي انا مسؤول عنها اللي ربنا اكيد هيكافئني عشان اعلمهم كويس. لكن المستغرب جدا ان في ناس مش عايزه البلد تهدى، ورغم ان انا كنت في البدايه حاسس ان في ثوره مضاده فعلا، وزي ما احنا بنقرا في الكتب وزي ما انا ثقافتي اللي انا اتربينا عليها حتى في ثقافه الثورات. لكن لقيت ان لما الواحد بيعمل محضر حتى لجاره اللي ساكن جنبه عشان حنفيه ميه، ممكن يقعدوا سنتين في المحكمه ما بين جلسه وتاجيل وتحريات مباحث. وما بالك واحد بقاله 30 سنه بيحكم ونظام بقاله 30 سنه بيحكم. طيب. هل ينفع ان احنا نصدر عليه احكام في 6 شهور ونقول بعد كده ان احنا هي دي العداله اللي احنا طالبنا بيها في ثورتنا؟ طيب هل ده المنطق؟ لا طبعا. بس الحاجه الثانيه نقطتك اللي في التحرير دول واللي انا بشوفهم من امبارح واول امبارح، مستحيل 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 يكونوا كانوا معانا في التحرير. مستحيل. دول مش ثوار ولا دول كانوا اهالي شهداء. دول ناس ازاي احنا عايزين نرجع الامن وبنهاجم الضباط والعساكر والاقسام ونولع فيهم، وازاي نروح نضرب وزاره الداخليه ولما العساكر تدافع عن نفسها نقول ان الداخليه اتعدت على المتظاهرين. انهي منطق ده؟ وازاي انا اروح اعلم الولاد اللي عندي في المدرسه الصغيرين اللي عندي بتوع ابتدائي افهمهم الثقافه دي ازاي؟ طيب. اقول لهم ان الطبيعي ان الناس تروح تتعدى على الداخليه والشرطه العسكري اللي احنا الشكل الرسمي بتاع الدوله. انا اقول لاولاد اللي عندي بتوع ابتدائي دول ايه؟ طيب. افهمهم ازاي؟ بس عشان الوقت يا استاذ احمد، حضرتك عندك اي اضافه عايز تقولها او سؤال عايز تساله او؟ انا هقول كلمه وكلمه اخيره، وارجو يا رب ان الرساله دي توصل والاستاذ احمد ماهر، وده راجل فاضل وكان بيصلي معانا في المسجد، اللي هو راجل كويس جدا. ان المفروض ان احنا بنقول لتلامذتنا بيقول لك في المعادي. لا، اللي قبل المعادي يا استاذ احمد. في التجمع الخامس. في التجمع الخامس اللي قبل المعادي. في التجمع الخامس. في التجمع. المفروض ان احنا يا استاذ احمد يا رجل يا فاضل، وانا بقول لحضرتك انت لو شفتني يمكن تفتكرني، ان احنا بنقول لاولادنا وتلامذتنا اللي في ابتدائي ان الجيش ده اعظم جيش في العالم، وهو ده الولاء الحقيقي، وصاحب نصر اكتوبر 73، وهو حامي ثوره الاحرار في 2011. افهمهم ازاي ان في ناس عايزه تنزل تضرب الجيش يوم الجمعه؟ الناس بتنزل يا استاذ احمد في المناطق الشعبيه عماله تقول وتحشد المناطق الشعبيه عشان تنزل تضرب الجيش يوم الجمعه.
ازاي انهي منطق ده؟ النهارده حصل في السويس كلام خطير. وفي وحصل الملك النهارده الصالح في السويس الإعلام دلوقتي بيتكلم. ازاي انهي منطق ده؟ في مصر القديمه. بشكرك شكرا جزيلا استاذ احمد، وفي عزبه ابو قرن. هي دي الحاجه الخطيره